السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تالت يوم رمضان، الايام بتعدي بسرعة. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض فطور جميل جدا وهيعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو احنا نشوف هنعمل مع بعض ايه. وكده يا حبايبي، اول حاجة زي ما انتم شايفين كده جبنا لحمة زي ما انتم شايفين كده. وهعملها كده مع بعض. تمام. جبت لها بصلايه وطماطمايه، هقطعها كده مكعبات صغيره او كبيره اللي انت حباه، عشان ايه؟ زي ما احنا بنعمل اللحمه زي كل مره يعني. تمام. بس انا قلت ايه، لازم يوم بيوم اصور لكم الفيديو وانزله لكم. تمام. اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجه حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس وكومنت حلو. لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي، والقناه هتعجبكم جدا جدا جدا. اهو ادي خلصنا البصل والطماطم. وكده جبت الحله هعملها في حله الضغط عشان هتستوي، عايزينها تستوي بسرعه. كده هديها تشويحه كده في حله الضغط، هخليها تاخد صدمه. وبعدين هروح ضيف عليها الطماطم والبصل اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين هقلبها، هشيل الحلة كده واقلبها اهو عشان ايه تتشوح كلها في بعضها زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هضيف عليها التوابل اهو. ادي التوابل ورق لورا، وادي معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين. ومعايا معلقة صغيرة من الهيل او حبيتين هيل او حبهان. تمام اهو. وهقلبهم وهضيف عليهم قرفة. لو ما عندكوش قرفة خشب عيدان حطوا قرفة مطحونة. وبعدين هقلبها كده مع بعض كده اهو. اهو تاخد صدمة كده اول ما تتشوح كده وتاخد وتدي مع بعض. هنروح ايه، هروح ضايفين عليها المية اهي. المية اللي بتغلي غالية مية يعني. ولسه هضيف عليها مية تاني عشان المية دي يعني شوية اهو زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. هقلبها كده تقليبة، بعدين هروح ضيف عليها مية تاني، وبعدين هسيبها تغلي اهو كده. ضفت عليها مية وسيبتها تغلي، وبعدين هغطي عليها بقى وهسيبها لغاية لما تستوي لمدة 30 دقيقة. تمام كده اهو. وادي كده اللحمة استوت اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين بوريها لكم هل هي مستوية على الاخر. خدت مني 30 دقيقة اهي. وبعدين هولع النار عليها عشان هضيف لها الملح اهو. وكده هضيف معلقة صغيرة من الملح اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هديها غلوتين كده او 3 غلوات يعني دقيقة كده على النار. وبعد كده هطفي عليها، يبقى كده اللحمة كده جاهزة معانا اهو بالشكل الجميل ده وبالشكل التحفة. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض تاني اهو. بس بوريكم يعني اللحمة اللي هي مستوية اهو. هنشوف بقى هنعمل ايه. وكده يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض بسلة وادي الطماطم اللي انا فرزاها معاكم، وادي البصل والكبة، ومعايا جزراية وبطاطس يعني 1 جزراية او 1 بطاطس. تمام. هنعمل مع بعض بسلة مشكلة. اول حاجة هفرم البصل في الكبة اول حاجة عشان هنعمل مع بعض الصلصة. وبعدين اهو كده بفرمها هي معاكم وايه. وكده فرمناها اهو زي ما انتم شايفين. وكده خلاص جهزت. هعمل ايه بقى تاني، هقشر الجزر كده عشان هقطعه قطع صغيرة زي البسلة بالظبط. تمام اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين هقشر برضو البطاطس نفسها. واول ما اقشرهم هوريهم لكم بقى
كده قشرتهم وغسلتهم. هعملهم بقى ايه مكعبات صغيرة كده نفس البسلة. اني خدت شوية بسلة كده، انا مش هعمل الكيس كله، هعمل يعني على قدنا. خدت شوية بسلة حطيتهم في مية ساخنة بتغلي يعني، وسيبتهم يغلوا دقيقة على النار، ينسلقوا كده على النار. وبعد كده هضيفها كده ايه في الصلصة. تمام. قلت اوريكم الكيس يعني. اهو كده بعمل البطاطس اهي مكعبات صغيرة نفس الجزر بالظبط، عشان تكون بسلة مشكلة. اهو هخلصهم كلهم اهي كده، خلصتهم كلهم. هنروح بقى على النار، ضفت بقى حلة على النار اهي، وهضيف عليها شوية زيت، وهسيبهم بقى ايه يسخنوا. اهو نعمل مع بعض حاجة بحاجة. وبعدين كده ادي البصل اهو، هضيفهم كده في الحلة. كده ضفت البصل في الحلة اهو زي ما انتم شايفين. وهضيف معلقة صغيرة من التوم اللي انا كنت مفرزاه معاكم اهو، معلقة صغيرة عشان تدي طعم حلو للبسلة، فعلا بتدي طعم جميل جدا. اهو ضفتها هقلبهم كده اهو، هسيبهم بقى ايه لغاية لما يصفروا كده شوية بسيطة. وبعدين هنضيف عليهم الطماطم اهو يا حبايبي، اصفروا شوية بسيطة همت. وبعدين هروح ايه ضايفة الصلصة فكيتها اتفكت شوية. وكده يا حبايبي اهو فضيت الصلصة اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين هقلبها كده شوية، وهسيبها بقى دقيقة على النار لغاية لما الطماطم كلها تتفك كده مع بعض اهي. هقطع عليها بقى شوية واسيبها لغاية دقيقة كده لغاية لما تفك. وكده يا حبايبي هعمل معاكم شوربة لسان عصفور. ضفت شوية زيت على النار، وبعدين هسيبهم يسخنوا، وهضيف عليه شوية لسان عصفور كده شوربة حلوة. وكده يا حبايبي زي ما تشوفوا انا مش هكتر شوربة يعني اهو، مش هكتر يعني لسان عصفور. هسيبها بقى لغاية لما ايه لغاية لما تحمر. وبعدين هنشوف مع بعض الصلصة اهي، بعمل اقلب في لسان عصفور اهي. وبعدين هوريكم الصلصة هي فكت كلها اهو بالشكل ده. وبعدين معايا شوية صلصة عشان تديها حمار كده حلو، احنا عايزين يكون الصلصة تكون حمرا اهو يا حبايبي. وبعدين هضيف عليها ايه تاني، هضيف عليها البطاطس والجزر. كده ضفت عليها البطاطس والجزر اهو يا حبايبي. وبعدين هروح بقى ايه ضايفة عليها برضو البسلة زي ما انا قلت لكم كده، سلقتها في مية سخنة، اديتها غلوتين يعني اهي. وادي اللسان عصفور اهي اتحمرت، وهقلب كده، هسيبها بقى دقيقة كده على النار تاخد وتدي مع بعض البسلة والجزر والبطاطس. وبعدين ضفت كده شوية شوربة من شوربة اللحمة على لسان عصفور اهي بعد لما اتحمرت اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وهقلبها كده معاكم، لسه هضيف كمان شوية شوربة. وكده اهو ضفت شوية شوربة اهو يا حبايبي، والشوربة متملحة بتاعة اللحمة. ودي البسلة والجزر والبطاطس هم اتخلوا غلوتين كده مع بعض اهو. هضيف عليها ايه مرقة ماجي عشان تديها طعم حلو جدا اهو، على حسب الرغبة. دي مرقة الماجي دي بقى عايزة تحطيها حطيها، مش تحطيها براحتك يعني. بعدين هضيف معلقة صغيرة من الملح اهو زي ما انتم شايفين. انا قلت لكم ان شاء الله كل اكلة كل فطور يعني ان شاء الله صورة معاكم وانزل لكم الفيديو اول باول كده، بس اهم حاجة تابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات بتاعتي اهو. كده يا حبايبي اهوت سيبتها كمان دقيقة، قفلت عليها وسيبتها كمان دقيقة. بعدين هروح ضيفة عليها مية، كل ما المية بتاعتها تنقص هضيف عليها شوية مية كمان لغاية لما تستوي. احنا عايزينها تكون تقيلة كده وتكون حلوة يعني مش تكون خفيفة. تمام. هسيبها بقى لغاية لما تستوي اهو.
وبعدين هوريكم اهي لسان عصفور عمال يغلى اهو 5 دقايق وهطفي عليه. اصل لسان عصفور مش باخد وقت يعني في السوا. وادي كده خلاص لسان عصفور استوت. وهضيف وهعمل شوية رز. هعمل شوية رز بالشعرية، رز مصر بالشعرية، شوية صغار يعني، مش هكتر عشان كل مرة بكتر يقوم بفيض اكل يعني من امبارح. وفعلا فاض اكل يعني، اصل احنا مش هنرمي الاكل يعني، لا اي اكل فايض من تاني يوم بنسخنه ونضيفه مع الاكل اللي احنا عاملينه الصبح يعني عادي، وبتاكل وبيبقى زي الفل وبيبقى جميل جدا. عشان احنا يعني حرام الواحد يعني يرمي اكل وكده وايه، ويعني والواحد مش يبقى يكتر كمان يعني مع ان انا مش بكتر بس بفيض اكل مش مشكلة، ما بتاكل برضو، بناكله في السحور وكده يعني اصلا خسارة. تمام. انا كنت عايزة اصور لكم يعني اكل، كنت عايزة اصور لكم اكل بتاع السحور يعني، بس ايه اكل السحور يعني مش مستاهلة يعني انا اصور لكم. اصلا الواحد ساعات باكل رز، ساعات باكل طبيخ، ساعات الواحد باكل علبة زبادي بطاطس كده وخلاص يعني. هنعمل مع بعض بقى ايه حلو، هنعمل مع بعض مهلبية النهاردة مع الفطور دي بتاع 3 يوم رمضان. تمام. هحط 7 كوبايات من الحليب. تمام. انا هعمل مهلبية، انا بعمل لكم المقادير اهو. 7 كوبايات من الحليب اهو زي ما انتوا شايفين، بضيفها كده في الحلة اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا هكتر يعني الاطباق، هكتر مهلبية يعني هو 7 كوبايات حلوين. تمام. بيعملوا معاكي 10 اطباق كده صغيرين او 11 طبق يعني صغيرين. وكده هضيف السكر دي بقى ايه على حسب الرغبة زي ما انت حابة بقى. تمام. انا هضيف 8 معالق كده سكر اهو. وبعدين هضيف ايه تاني، هضيف معلقة صغيرة من الفانيليا. زي ما انتوا شفتوا كده الرز عملناه وخلصنا يعني، عملناه وسيبنا يستوي. وكده ايه وهضيف كماني 7 معالق من النشا، يعني كل كوباية حليب عليها معلقة نشا. انا عملتها معاكم قبل كده قبل رمضان المهلبية، بخشوا شوفوا الوصفة لو حابين يعني. بس انا عملتها برضك مرة تانية في رمضان، لازم يكون ايه في رمضان يكون فيه مهلبية يعني. تمام. كل فطور نعمل مع ايه حلويات، نعمل مع حاجة كده يعني. بس انا النهاردة هعمل المهلبية جميلة جدا، وكانت عاملة زي الكريمة وكانت حلوة جدا يعني. وكده خلصناها وهنروح نضيفهم على النار اهو، وهنقلبهم عندنا نقلبهم لغاية لما يتقلوا كده معانا اهو زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصنا الاكل بتاعنا يعني، خلصناه وسايبين الرز يستوي. وبعدين اهو ادي المهلبية تقلت اهي وبقت جميلة اهي. احنا عايزينها بالشكل ده، لما تضيفيها بقى في التلاجة هتجمد اكتر وتبقى حلوة. تمام. اهو هنجيب بقى الاطباق بقى بتاعتنا اهو. جبت الاطباق اهي، وادي المهلبية اهي خلصناها. هغرف كده في الاطباق اهو زي ما انتوا شايفين كده. هي كده السمك بتاعها مظبوط، اللي هي المهلبية لما تضيفيها في التلاجة هي هتتقل لروحها اصلا يعني. وفعلا تقلت لروحها وبقت نفس الكريمة كده وبقت جميلة. انا من النوع اللي انا احنا بنحب المهلبية اصلا، وعيالي بيحبوا المهلبية واحنا وكده. تمام يا حبايب اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. شجعوني كده عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر يعني، وفيديوهات حلوة. وحطوا لي لايك لو انت بتنسي اللايك يعني، حطوا لايك وانت بتسمعوا في الفيديو اهو. هغرف بقى كله بالطريقة ديت وهرجع لكم تاني. تمام. اهو كده غرفنا كله اهو بالشكل ده. بوريكم يعني الطبق. وبعدين ايه هروح ضيفة عليها جوز الهند اهو. عندي كيس اهو جوز الهند هضيفه عليها. تزينوها بقى بالمكسرات بجوز الهند بالزبيب اللي انتوا حابينه يعني. انا هضيف عليها الجوز الهند والزبيب بس.
كده هضيف جوز الهند وارجع لكم تاني. كده اهو ضفنا جوز الهند. هنضيف بقى ايه الزبيب. رحت اشتريت زبيب اصلا مش كان عندي. وبعدين هنضيفهم كده وتبقى مهلبية جميلة جدا وهتعجبكم حلوة جدا. كانت طعمها مظبوط وكان السكر مظبوط وكانت جميلة جدا. هخلصها وارجع لكم تاني. اهو شفتوا خلصتها ازاي. هضيفها بقى في التلاجة لغاية لما تبرد شوية تجمد شوية وبعدين ايه هوريها لكم. تمام اهو. وكده يا حبايبي اهو خلاص. كده يا حبيبي طلعناها من التلاجة وجمدت اهو. بقت عاملة زي الكريمة وبقت جميلة جدا اهو. جمدت وخطيرة ويا رب تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. هوريها لكم كده من قريب شوفها عاملة ازاي. خطيرة وكانت طعمها جميل وكانت حلوة جدا وكانت متماسكة وعاملة زي الكريمة وكانت تحفة يعني. بجربوها هتعجبكم جدا. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض تاني باقي يعني الاكل وكده. اهو كده هنعمل مع بعض السلطة. جبت جرجير غسلت الجرجير وجبت واحدة خيارة وحبيتين طماطم كده صغار. مش عايزين نكتر يعني سلطة اصلا بفيض يعني سلطة. اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين هعمل بقى السلطة قطع صغيرة اهو زي ما انتوا عارفين كده. هعمل كده طبقين حلوين كده صغيرين اهو. كده خلصنا ادي السلطة والجرجير خلصناه. هضيفها بقى ايه هضيف السلطة كده في الاطباق اهو زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده ادي ايه يبقى كده ادي السلطة جاهزة معانا اهو. وكده خلصت. هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هوريكم بقى ايه الاكل يعني اللي خلص. وكده يا حبايبي ادي الرز اهوت استوى اهو وخلص اهو زي ما انتوا شايفين. بقلبه كده معاكم اهو. وادي برضو الطبيخ برضو خلص اللي هو البسلة اهي. البسلة كده خلصت. بجيب الكوبشة عشان اوريها لكم اهي. بقت جميلة اهي. وادي برضو لسان عصفور خلصناها والشوربة اهي. كده الاكل بقى جاهز. هنعمل ايه تاني هنعمل العصير مع بعض اهو يا حبايبي. هعمل درج برتقال اهو وهقشرهم كده زي ما انتوا عارفين كده. انا بعمل العصير قبل ما الاذان يأذن يعني ما الاذان يكون عليه 20 دقيقة بروح عاملة العصير ومجهزة كل حاجة ومجهزة الصحون بتاعة الغرف ومجهزة كل حاجة عشان نغرف على طول. تمام يا حبايبي اهو. وكده ادي هعمل البردقونة التانية نفس دي كده اهو. كده عملتها نفس دي. وبعدين هضيف السكر ده على حسب الرغبة برضو. انا عارفة يعني مقدار السكر يكون بضيف بعمل يعني غطيين حلوين اهو عشان بملي الدورج يعني اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وضفت المية الساقعة اهي. لازم يكون في مية ساقعة. وبعد كده هفرمها وهصفيها كده. صفيتها وفرمتها وحطيتها في الدورج اهي. ودي الدورج بقى هنعمل مع بعض فانتوم عصير فانتوم. هضيف المية اهو يا حبايبي. وبعد كده ضفت نص المية الاول وبعد كده هضيف كمان مية اهي. ولسه هعمل الدورج بس ايه لما اضيف الاول السكر وبعدين هضيف الفانتوم اهو. كده ضفت السكر وبعدين هضيف الفانتوم وبعدين هروح اقلبهم في بعض لان اقلب لغاية لما السكر يدوب اهو. وبعد كده هزود عليها المية. يبقى كده معانا يبقى كده ادي العصير جاهز كده معانا اهو. هنروح بقى ايه كده خلاص الاذان فاضل عليه دقيقتين. قلت اصب كده معاكم العصير. عصير برتقال يعني اهو فريش. لازم يكون في عصير برتقال فريش يعني اهو. وهنصب مع بعض العصير الفانتوم. قلت اول حاجة اصبها معاكم العصير عشان ايه اصور بقى ايه لكم الاكل كده غرفته كنت غرفاه يعني
اهو. وكده بصب العصير الفانتوم اهو، عامل زي الشربات بس طعمه جميل جدا وتحفة. اللي عايشين برا هم عارفينه، اللي قاعدين برا اهو. ادي الاكل اهو، يا رب الاكل يعجبكم. ادي عملت فرخة برضك، وعملت رز ابيض وعلى صلصة كده من فوق، ولحمة ورز مصري. وادي السلطة والتمر البلح يعني، والبسلة. وادي كان فاضل سمبوسة باللحمة، جلاش باللحمة يعني فاضلة من امبارح. وادي البطاطس من امبارح برضك. يا رب الفيديو يعجبكم. مع السلامة.